نصيحة لكل جرافيك ديزاينر سواء كان جديد في المجال او حتى قديم فيه، لازم تتابع ادوات الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر، لان التطور بتاع ادوات الذكاء الاصطناعي سريع جدا وهيأثر على اي جرافيك ديزاينر مش عايز يطور من نفسه ويستغل الادوات دي في صالحه ويحاول يوظفها عشان يعرف يتعايش مع المستقبل. وطبعا الادوات دي في منها ادوات مدفوعة وادوات غير مدفوعة، وكله مع الوقت هيكون مدفوع. لكن الفكرة هنا ان انت فعلا لازم الفترة دي تكون مطلع وتختبر الادوات عشان تعرف ايه الادوات اللي هتفيدك ومش هتفيدك، علشان حتى لو اضطريت في وقت من الاوقات ان انت تدفع فيها يكون فعلا الفلوس اللي انت هتدفعها دي هتعود عليك بنفع اكبر من قيمتها. والنهارده انا جايب لكم برنامج ممكن نجربه كده مع بعض ونشوف هل هو مفيد لينا ولا لا. البرنامج ده من شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، هي شركة هيتبو، تستخدم الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الصور والفيديوهات. لكن احنا النهارده هيكون التركيز بتاعنا على البرنامج الخاص بالصور اللي هو الفوتو اي اي. وميزة البرنامج ده معانا ان هو فيه مجموعة من التولز متجمعة في حتة واحدة، زي مثلا ان انت تقدر تعالج الصور اللي هي الريزولوشن بتاعها ضعيف او جودتها ضعيفة وتقدر تحسنها بشكل كبير وبشكل حقيقي، مش مجرد بس ايحاء ان الصوره اتحسنت. وتاني ميزه معانا ان انت برضو هنا تقدر تولد الصور عن طريق التكست او الكتابه. عندنا برضو اوبشن ان احنا نقدر نشيل الخلفيه او نقص الصور او نقدر نشيل اي ايتم او عنصر في الخلفيه، وفي كذا تول تانية مفيده. خلينا مع بعض نجربهم ونشوف النتائج بتاعه البرنامج واصله لايه. طيب يا جماعه بصوا، هسيب لكم انا لينك الموقع في الديسكريبشن، هتقدروا بس تخشوا على الموقع. في عندنا كذا اوبشن هنا في الموقع بتاعنا ان احنا نختار الفوتو اي اي او الفيديو انهانسر، فاحنا عندنا كذا اوبشن للبرنامج، بس احنا هنا هنختار بس الجزء الخاص بالفوتو اي اي. فهنعمل بس ترايت فري، نجرب ان احنا نستخدمه فري وهنضغط عليه بس اعمل لنا داونلود للبرنامج. ومجرد ما نعمل له سيت اب سواء كان على البي سي او على جهاز الماك هي الموضوع هيبقى سهل وبسيط. طيب بعد ما بنفتح البرنامج بيبقى عندنا واجهة البرنامج بالمنظر ده كده، تمام. عندنا الجزء اللي على الشمال ده الجزء بقى بتاع مجموعة البرامج اللي تعتبر في شاشة واحدة، تمام. اول حاجة عندنا الاي اي انهانسر، تاني حاجة الاي اي جنريتور. الاي اي انهانسر ده طبعا اللي هو بتاع تحسين جودة الصور. الاي اي جنريتور ده الخاص بتوليد الصور عن طريق التكست او البرومبت، تمام. وعندنا الاي اي بورتريت ده ان احنا نقدر نعمل صور بورتريه عن طريق ان احنا ندخل صورنا الشخصيه او ندخل صور اي حد احنا عايزين نعمل له صور بمنظر حلو بورتريه كده وجميله، تمام. وعندنا اللي هو باك جراوند ريموفر ان احنا نقدر نشيل اي باك جراوند. وعندنا الاوبجكت ريموفر ان احنا نقدر نشيل اي عنصر في الصوره بطريقه سهله. اخر حاجه عندنا هنا الاي دي فوتو ان احنا نقدر نعمل صوره لاي اي دي او الاي دي بتاعنا، تمام. احنا كده دول الحاجات الاساسيه. احنا عايزين بقى نفتح اول حاجه عندنا وهي الاي اي انهانسر، وهي دي هنا جزء قوي جدا في البرنامج. فهنقدر بس ان احنا نضغط عليها كده ونختار الفايل اللي احنا عايزين نفتحه. طيب انا هختار هنا، هو جايب لنا صور اساسيه بيحاول يورينا هو يعني ازاي قدر يعدل صوره زي دي. لو عملنا بريفيو كده فبصوا بيوريك قد ايه التحسين، تمام، بتاع الصورة، ان هي الصورة كانت كده قبل وكده بعد، فطبعا الفرق باين. بس احنا برضو مش هنستخدم الكلام ده وهنجرب نجيب الصور بتاعتنا احنا. فهجيب صورة زي دي كده. بصوا انا جايب لكم صورة قديمة وصورة ضايعة، يعني بصوا الفنان عبد السلام النابلسي بقى، ويعني صورة قديمة والصورة كلها ضايعة. طيب احنا عندنا هنا اول ما بندخل صورة مثلا في الاي اي انهانسر هنا في تحسين الصور بنلاقي عندنا الاي اي موديل، تمام. وبنختار هنا فيس موديل. هنا لو انا عايز احسن صورة الوش بس، طيب فهنا بقدر احسن صورة الوش. هنا عندنا بقى ان احنا نقدر نعلي الكواليتي، نشيل النويز، نظبط الالوان، نتعامل مع الاضاءات الضعيفة، نتعامل مع الصور المقطعة، نظبط المود بتاع الصورة. فكل دي حاجات او اوبشن معانا. طب انا هنا الصورة دي انا عايز احسن اهم حاجة بالنسبة لي الوش بتاع الشخصية. فانا عندي هنا الاوبشن بتاع سوفت، فاقدر اختار بس ان انا لو انا عايز اسلكت على الوش اتاكد يعني ان هو سلكت، فاضغط سيلكت فيس فيحدد لي الوش، فكده احنا تمام. لو عايز اشيله اضغط عليه كده يتشال، اضغط عليه كده يبقى مضاف. لو في كذا وش
هتشاور على الوشوش او هتاكد بس ان الوش بتضاف معانا. تمام. طب هنقول دان ونعمل بريفيو. الموضوع مش بياخد وقت طويل يعني، الموضوع احنا شغالين كده من غير ما حتى اعمل ستوب او حاجه. بس الصوره خلصت طبعا. يعني عايز اقول يعني اداء انتوا بقى يعني احكموا بنفسكم يعني. يعني اداء رائع. يعني انا اول ما جربتها بصراحه، يعني انا كنت جربت الصوره دي قبل كده اتصدمت يعني، اتفاجئت من الاداء يعني. فهايله جدا. تمام. طبعا انت بقى في عندك كذا اوبشن بقى هنا. سوفت 2 بقى تقدر تجرب اي اوبشن انت عايزه. وفي ان انت ممكن اعملها شارب، يعني اجرب اعملها شارب كده. طبعا شارب هتلاقي الصوره يعني الموضوع اقوى كتير. تمام. فهنا برضو شارب، فنقدر نزوم ان كده نشوف كده، فهنا التفاصيل اقوى. تمام. فيعني انا شايف ان يعني ده هنا نجاح باهر للتول دي. تمام. طيب عندنا هنا برضو عايزين نجرب تول تانية. لو انا جيت هنا برضو ممكن اجيب صورة تانية بس عشان نشوف يعني. مثلا نجيب صورة زي كده. انا جايب صورة زي كده عشان الصورة دي فيها نويز كتير قوي 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 قوي، وانا عايز اجرب الدي نويز او ازاي بقى هو هل يقدر يظبط صورة بالبوظان ده كده. فده اللي انا كنت عايز اختبره. فهنيجي هنا بقى نختار تالت اوبشن معانا الدي نويز موديل. تمام. ونقدر هنا نعلي برضو ان احنا نختار اللاين هنا الجزء اللي تحت ده ونعمل بريفيو. بصوا كده. يعني طبعا زي ما انتم شايفين الموضوع مش محتاج كلام خالص يعني. يعني الموضوع فظيع يعني. بصوا كده شايفين فرق النويز. بصوا كده. بصوا المنظر عامل ازاي. بصوا الفرق. فيعني الموضوع صعب. بصوا هنا المنظر حاجة زي كده يعني اتعملت ازاي انا مش عارف، بس يعني هو هنا اكثر من رائع. تمام. هنا في عندنا برضو اوبشن ان احنا ممكن نزود الريزوليوشن، برضو هيزود دقة الصورة. احنا ممكن نعملها فاست هنا. فلو جربنا عملنا بريفيو. بصوا كده. بصوا كده هو ظبط الريزوليوشن بتاعها. تمام. بيعدل هنا الصورة بشكل كامل يعني. تمام. بصوا الصورة هنا بقت مساحتها قد ايه. تمام. 200% تقدر تزودها تخليها 400% وتعمل بريفيو. فتقدر تعلي الكواليتي بتاع الصورة على قد ما انت عايز. تمام. فبصوا كده. يعني فالموضوع اكثر من رائع. تمام. اي حاجة طبعا تقدر تعملها كده تعملها اكسبورت. يعني اكسبورت وخلاص كده انت تنزلها عندك على الجهاز. طيب انا عايز هنا مثلا اختار برضو حاجة تانية عشان نبدأ نشوف بقية الاوبشن. يعني ممكن اجيب صورة زي دي برضو. نشوف كده بقى. يعني بص انا بحاول اجيب لكم صور ضايعة يعني حاجات مش باينة. تمام. هنجيب صورة زي دي ونقول له ظبط لي الوش. فنيجي هنا نختار مثلا سوفت 2 دي ونعمل بريفيو. يعني بصوا برضو يعني الفرق يعني من صورة يعني في الضياع كده. بصوا النتيجة. فيعني نتيجة هايلة يعني. أنا بصراحة شايف نتيجة هايلة. طيب يبقى احنا كده عندنا كذا اوبشن عرفنا نستخدمه. تمام. الفيس موديل وعندنا الجنرال موديل وعندنا الدينويز. تمام. طب ممكن نعمل ايه بقى. هنسيب بس الجزء بتاع الكلارايز ده. مثلا نجيب حاجة لو لايت الاول. نجيب حاجة لو لايت كده تبقى اللي هي الاضاءة بتاعتها ضعيفة نجربها. بصوا عندنا صورة زي دي كده. انا برضو جايبها عشان هي اضاءتها ضعيفة ونجرب ان احنا نظبط اللو لايت بتاعها ان احنا نعمل بريفيو كده عشان نشوف ممكن يحسن ال الاضاءة بتاعتها ازاي يعني.
بصوا يعني واخدين بالكم اللي على الجزء على الشمال المطفي ده، وبصوا هنا الجزء التاني المنور ده. تمام. فنقرب كده يعني الموضوع، بص يعني تحس ان هو اداها يعني مود، يعني موضوع مختلف فعلا. رائع. تمام. فده جزء برضو عندنا مهم هنا. طيب احنا ممكن نبقى برضو عايزين نعدل صورة، اللي هي الصور المقطعة، الصور القديمة او الصور المقطعة، ده برضو ممكن عندنا يتحسن هنا. انا بحاول يعني اديكوا هنت عن كل حاجة عشان تعرفوا قد ايه البرنامج قوي. فممكن نجيب صورة زي مثلا كده، احنا كنا عايزين مثلا صورة زي كده، انا كنت منزلها برضو عشان صورة مقطعة. تمام. ونحاول هنا نعالجها. تمام. ونقول له بريفيو. بصوا هنا مستخدم هو الفيس موديل، لان احنا ممكن نحط صح عشان نعمل فيس موديل، يعني يعالج الصورة ويعالج الوش لو في وش. تمام. انتوا بقى طبعا برضو شايفين الاداء. تمام عامل ازاي. تحفة برضو. تمام. طب انا افرضوا ان الصورة هنا عجبتني خلاص، الدنيا تمام، انا عايز اكسبورت، بعمل اكسبورت كده. فبيبدأ يعمل عمليات معالجة هو هنا، ويجيبها لي بعدين الناحية التانية. بصوا الحاجات اللي احنا عملناها كلها بيتعمل لها اكسبورت اهي. واخدين بالكم؟ هي الصورة بتاعتنا هنا، انا كده بعمل اكسبورت عشان عايز اخد الصورة دي تاني ادخلها البرنامج اعمل فيها حاجة تانية يعني. تمام. يبقى انا طلعت الكواليتي الاول حلو، وبعدين مثلا عايز الونها، عايز اعمل اي اوبشن تاني. بص هتلاقي هنا في الكومبليت، يبقى هي كده نزلت معانا، فنقدر نفتحها كده. بص الصورة معانا اهي، وادخلها معانا هنا تاني، كده بقت الصورة معانا بكواليتي عالي. تمام. طيب هنا بقى نقدر نعمل ايه؟ مثلا عايزين نظبط الوانها، فنيجي هنا عند الالوان نخليها ملونة، فنعمل بريفيو كده. ده الجزء الخاص بالكلارايز موديل. تمام. فهتلاقوا ان هنا الصورة اتلونت. تمام. بس تحس الوش هنا مش واضح قوي، فنقدر برضو كنا نظبط هنا الفيس موديل نخليه شارب، ونعمل له كلارايز هنا عشان لو احنا عايزين نعمل الاتنين مع بعض ونعمل بريفيو. طب بصوا كده الموضوع بقى واضح ازاي، انتوا واخدين بالكم بقى الفرق. تمام. فكده الموضوع اختلف تماما. عايز تعمل اكسبورت يبقى احنا كده خلصنا كل حاجة. ولو احنا عايزين نعلي ريزوليوشن بنختار الريزوليوشن اللي احنا عايزينه. واخر جزء معانا هنا يا جماعة، لو احنا عندنا صورة زي دي كده وعايزين نظبط الكالر كاليبريشن بتاعها. تمام. فنقدر هنا نظبط الموضوع ده، ونقدر كمان نظبط الدي نويز معاهم في نفس الوقت. تمام. فانا هختار كده وهعمل بريفيو. طبعا انتوا واخدين بقى بالكم كده الموضوع ظهر اهو، واخدين بالنا من فرق الالوان عامله ازاي. تمام. ظبط الموضوع او عمل الحاجه اللي احنا محتاجينها كده. احنا اتعرفنا على الجزء الخاص بالاي اي انهانسر. تمام. ونروح نشوف باقي البرنامج. طبعا عندنا اي جنريتور. طبعا ايه بقى الجزء ده؟ كل الناس بقت عارفه حته ان هي تجنريت صوره عن طريق ان هي تكتب الحاجة اللي هي عايزاها، ويبدأ البرنامج يجنريت الصورة بنفسه. انا هنا عايز اكتب اي حاجة، مثلا هقول مثلا انا عايز نمر يرتدي ملابس حربية، وهختار هنا مثلا المود اللي انا عايزه. انا مش بعرف مثلا اكتب انجليش، فنروح نجيب حاجة زي جوجل ترانسليت مثلا، ونكتب اللي احنا عايزينه. نمر يرتدي ملابس حربية. ماشي اوكي. ناخدها كوبي كده زي ما هي ونروح حاطينها هنا. طيب انا هنا عايز بقى اختار المود اللي انا عايزه، فانا هختار مثلا اول مود هنا معايا وهقول جنريت. هنبدأ بقى نشوف هنا النتيجة عاملة ازاي. طبعا هو هنا بيحمل الصور. طبعا هو هنا عندنا اوبشن احنا نختار المقاس اللي احنا عايزينه. بصوا كده احنا كده عندنا فتح معانا، جاب لنا شكلين اهو. حلو الستايل ده للنمر. ده اول حاجة معانا او اول اختبار معانا للجزء الخاص بان احنا نجنريت صورة. هنا بقى طبعا في ستايلات كتير، فتقدر تختار الستايل اللي انت عايزه. فانا مثلا هختار برضو، عايز اكتب حاجة تانية، واختار مثلا فيل يرتدي قبعة مثلا. اخد كوبي واروح قايل له مثلا هنا عايز اغير الستايل ده، نختار ديزني ده مثلا، ونختار نكتب هنا ونقول جنريت. تمام. بص زي ما انتم شايفين كده، ادي فيل وقاعد ولابس
قبعة تمام زي ما انت ايه طلبت، بس لك قبعة صغيرة قوي عليه تحس ان هي بتاعت صلاة الجمعة بس عامة، وجابها لك بشكل ديزني، فدي تعتبر برضو نتائج كويسة. تنزلها بس من هنا هينزل لك الصورة زي ما انت عايز على طول، نزلت معانا. فبرضو اوبشن كويس معانا ان انت بقى بتقدر تجنريت صور في نفس المكان اللي بتقدر تعالج فيه الصور يعني تمام. فده اوبشن حلو جدا. ونيجي على الجزء اللي تحتيه هنا الاي اي بورتريه. هنا الاي اي بورتريه فكرته كلها ان انت تدخل 3 صور ليك مثلا، وتبدأ تختار هنا الستايل اللي هو هتعمل عليه وتعمل جنريت. ده طبعا هو يجمع الصور ويطلع لك بقى اشكال ليك على نفس المناظر دي اللي هي البورتريه. تقدر تختار الاشكال اللي انت عايزها. طيب احنا عندنا هنا برضو الباك جراوند ريموفر تمام، ان احنا نقدر نشيل اي باك جراوند معانا تمام. يعني مثلا لو جبنا صورة زي دي كده، مجرد ان احنا حطيناها فتحنا الباك جراوند ريموفر وحطيناها فيها. بصوا كده يا جماعه، كده فتح الصوره قصها تمام. بصوا دي الصوره الاساسيه، وهي هنا بيوريك هو عمل ايه تمام. فهنا قص الصوره، قصصها كويس، الكواليتي بتاع الشعر كويس، الدنيا تمام. كل اللي عليك بس ان انت تعمل لها بس مجرد اكسبورت. فهتروح هنا مرحله بقى الكومبليت اهي تمام، وتفتحها كده بقت الصوره نازله عندك بي ان جي. فمجرد تفتح الصوره كده، بصوا الصوره زي ما انتم شايفين نازله مقصوصه، الكواليتي بتاعها حلو على الخلفيه السوداء، فالنتيجه تعتبر كويسه جدا تمام. فكده الصوره نازله معانا بي ان جي. طب احنا ممكن برضو نشوف الاوبجكت ريموفال تمام. فممكن نجيب صورة زي دي كده، عندنا صورة زي دي كده مثلا، عايز انا اشيل الشخص ده. فمجرد بس ان انت تعمل كده عليه، هو تقريبا هيشوفه لوحده الاي اي، ويبدأ تعمل له بريفيو، يبدأ يلودنج ويشيل الشكل. رائع يعني. بص كده حتى الدوامة والشكل وبتاع الدنيا تمام، فحلوة جدا، تعتبر النتيجة كويسة جدا. تقدر تكسبورت على طول. الموضوع هنا سهل وبسيط. وعندك هنا اوبشن تقدر ان انت تضيف بيه، لو انا لسه ما مسحتش اقدر اضيف جزء تاني زيادة لو انا عايز اشيل حاجة تانية عن طريق الذكاء الاصطناعي، او اقدر امسح جزء انا عايز امسحه مش عايز الذكاء الاصطناعي يأثر فيه تمام. فانا كده برضو دي عندي ايه، حاجة برضو انا اقدر استخدمها. يعني مثلا لو عايز اضيف مثلا الحتة بتاعت حاسس ان هو ليه ظل، فهضيف بقى الحتة دي كده ان هي تتعالج معانا مثلا، وهقول له بريفيو. فهنحاول نشوف بقى الموضوع ده هل ممكن يتظبط ولا لا، عشان خاطر الانعكاس بتاعه في المية. بصوا يعني هو كده بقى ايه، فعلا شال الانعكاس برضو بتاعه في المية. فبقت الدنيا كده برضو ايه، ما بقاش فيه هنا تأثير الخاص بيه. بقى تقدر انت تظبط برضو اكتر على قد ما تركز مع الصورة. طيب اخر حاجة هنا عندنا الاي دي فوتو. هنا بس ان انت مجرد ان هو يشيل لك الباك جراوند ويعمل لك اي دي عن طريق مثلا احنا جبنا صورة زي كده. بصوا كده يعني هو كده بس مجرد انا دخلت له صورة هو قصها وظبط الدنيا. وتقدر تحط لها باك جراوند مثلا لونها ابيض، وتقدر تكبر الصورة بقى لو انت ناوي تشتغل الاي دي بتاعك هنا. وهو هنا بيديك برضو المقاسات اللي هو الايديات بتتعمل على اساسها على حسب هنا الدولة تمام. فانت تقدر تختار المقاس بتاع الانسب ليك تمام. يعني هو هنا يونايتد ستيت، فهنا لو انت هتعمل باسبور هيبقى مقاسات كذا، لو هتعمل فيزا يبقى كذا. فهو بيحدد لك كل اي دي معين لمجموعة الدول اللي هو ضايفها عنده تمام. وانت طبعا ايه تقدر تختار بقى المقاس اللي يناسبك. فالموضوع سهل وبسيط. واعتقد دي برضو ان هي ميزة موجودة، ما تعتبرش اقوى حاجة، بس هي تعتبر ميزة برضو مساعدة طالما كلها في حتة واحدة. يعني كأنك ما بتعملش حاجة، يعني بتدخل الصورة فتطلع النتيجة على طول. بس كده وده بالنسبة لنا كان البرنامج. ويا ريت لو الحلقة عجبتك لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لها لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.